ده اخطر واسوأ نوع بلاستيك ممكن تكون بتتعامل معاه كل يوم. البلاستيك الاسود اللي الناس ممكن تكون بتستخدمه على طول من غير ما تاخد بالها. العلب دي بتتصنع باستخدام كربون اسود بنسبه كبيره مسرطن، وبتستخدم بشكل كبير جدا في المطاعم، خصوصا في التيك اواي والدليفري. المطاعم مش هيحبوني بعد الفيديو ده. اللي هيفاجئك اكتر ان بعض انواع البلاستيك الاسود دي بتتعمل من نفايات الكترونيه ريسايكلد، زي الريموتات القديمه والموبايلات وحتى التلفزيونات المتهالكه. يعني ببساطه فيها مواد كيميائيه سامه زي الفليم ريتاردنتس اللي بتتحط بنسبه كبيره علشان تمنع حدوث الحرائق. ممكن يتسرب للاكل لما يتحط سخن في العلب دي. المصيبه ان المواد دي بتدخل جسمك على طول. الكيماويات دي بتسبب اختلال في الهرمونات، وممكن تاثر على الخصوبه وبتزود احتماليه الامراض المزمنه. واوعى تفتكر ان الاكل البارد فيها امان. البلاستيك الاسود بيسرب المواد الكيماويه دي في الاكل حتى من غير تسخين مع الوقت. في دراسه لقت ان الناس اللي عندها اثار من البلاستيك الاسود ده في دمها خطر اصابتهم بالسرطان اكتر من 300%. طب هتعمل ايه عشان تحمي نفسك؟ خد معاك علبه ازاز او ستانلس ستيل لو هتطلب اكل تاخده معاك، وقلل من طلبات الدليفري، وحاول تاكل في المطعم على قد ما تقدر، وارموا اي علب بلاستيك سودا عندكم في المطبخ. ستي سيف.